ليه قشط المعدن بالإيد لسه ما اختفاش لحد دلوقتي؟ لحد النهارده أدق الماكينات في العالم لسه معتمدة على حركة واحدة بالإيد، بتتكرر آلاف المرات كل يوم، والأغرب إن الشخص ده ممكن يقعد 3 سنين تدريب عشان بس يسمح له إن هو يعملها صح. طب ليه كده؟ ليه ما بنجلخش كل حاجة وخلاص ونطلعها مستوية؟ عشان المستوي مش دايما يعني دقيق. بعد التشغيل بالماكينة السطح ممكن يبان ناعم، بس لما اتحط عليه حمل بيبقى ملامس في كام نقطة عالية بس، وده بيعمل اهتزاز وتآكل مش منتظم، ومع الوقت الدقة دي بتروح. هنا بقى بيجي دور القشط بالإيد. القسط الشاطر مش بيلمع السطح، هو بيسويه واحدة واحدة. في الأول قشط خشن عشان يشيل النقاط العالية، بعدها قشط نص تشطيب عشان يوزع الحمل بالتساوي، وفي الآخر قشط ناعم يوصل بخشونة حوالي 0.4 ميكرون. الهدف مش الشكل، الهدف الشغل. علامات القشط الصغيرة دي بتعمل آلاف الجيوب الميكروسكوبية تمسك زيت التشحيم وتخلي السطح متزايد باستمرار وهو شغال. وعشان كده الماكينات المقشوطة بالإيد حركتها أنعم ودقتها أعلى، وبتفضل محافظة على ضبطها سنين طويلة. السؤال بقى، هل الطريقة دي فعلا فعالة ولا في طرق تانية حديثة باستخدام الماكينات ممكن تبقى أدق؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.